كازينو ايه يا وليه اللي انت عايزه تقعدي فيه؟ انت مش عارفه ان الاسعار ولعت؟ ده غير انهم بياخدوا ضريبه مبيعات على المشروبات وما بدوش الزباين صوره من الفاتوره ولا عندهم ختم النسر. انا خلاص طهقت من عيشتي معاك، حاسه اني مدفونه بالحياه. طلعني. ماشي، بس علشان اطلقك وتاخدي نفقه لازم تكوني مسدده اقساط التامينات الاجتماعيه، وفي هذه الحاله لن اتوانى عن انني اديلك استماره 6. شايف اللي انا شايفه يا حميد افندي؟ بيدخن وسجاره مستورده كمان. ده شيء مش جديد عليه يا صابر افندي، انا من مده تاكدت انه بياخد رشاوي. انا اعترض، دي فوضى. المفروض الحكومه في الحاله دي تربط الاسعار بالرشوه. يا جماعه ما تخلوش خيالكم يشطح لبعيد. انا امبارح حماية توفى وساب لنا علبه صفيح منقوش عليها اسمه وفيها سيجارتين. اتخانقت انا وعديلي عليها. العيله اتلمت وعملت اجتماع وحكمت بينا ان عديلي ياخد العلبه الصفيح المنقوش عليها اسمه وانا اخد السيجارتين. بدخن واحده النهارده والتانيه هدخنها في عيد الطفوله. اسمع، بيقول لك ذكر تقرير لمنظمة بريطانية تقوم برعاية الحمير في دول العالم الثالث أن المنظمة قامت بتقديم معونات مالية وعينية للحمير في كينيا والمكسيك وأثيوبيا وصلت قيمتها عام 93 إلى 50 مليون دولار. مش ممكن 50 مليون دولار. هنفضل صابرين لحد امتى؟ ليه دايما بيتجاهلونا؟ جاتنا نيلة في حظنا الهباب. اسمع يا خايب يا موكوس انت، انا اقطع دراعي اما كانوا هيرفعوا الاسعار وينزلوا سعر الجنيه ويخلوه شيلي مقطع. يا ساتر يا رب، هو الجنيه قعد فيه نفس يا ولاد؟ ده احنا مسميينه الزغلول عشان بيطير منني والزهوب عشان ما بيقعدش والملطوش عشان بيلطشوه مننا دمغات وضرايب. اسمع، انا بامر الله النهارده الفجريه هاخد قطر ان شاء الله يكلفني مهما يكلفني، واروح لكمبوره بيه ايده واقف جنبه واقول له يا بيه الاسعار امانه في رقبتك لما تدخل وتتربع كده تحت القبه، وبامر الله ربنا هيخيب ظنك انت يا بايخ. انت قوم يا بايخ. يا بلاش الضحكه التلمه ديت. تاني لا مؤاخذة هنداوي، مساج بطريقة خاصة. كفاية هنداوي، أنا عايزك تطمن، لازم تطمن وتطمن الواد اللبط اللي اسمه ابن أبو سليم ده، وتطمن أهل الكفر كلهم، وتقول لهم إن كمبورة بيه أول ما يدخل المجلس ويترستق ويتستت ويحط كلونيا تحت بطاطه من بتاعة المطار، إن شاء الله بإذن الله هقدم إحاطة طلب، قرار مشروع أو مشروع قرار، اللحلوح يفضل زي ما هو والأسعار تنزل، الأسعار كلها ما عدا أسعار الفراخ يا هنداوي. ولو اننا سعاده البيه يعني في الكفر ملناش صالح بحكايه الفراخ دهيا، انما ما تاخذنيش يعني حضرتك ليه مش عايز تنزل سعر الفراخ يا بيه؟ ما بحبهاش يا اخي، ما باكلهاش، دي بتمشي حيه. لا يا اكسلانس، دولت ناسنا مرده بيفتروا على الحكومه. انا النهارده صعقت لما عرفت من السفراجي بتاعي انهم عاملين لهم حاجه اسمها الجمعيات التعاونيه، بيشتروا منها كل حاجه برخص التراب. هم عاوزين ايه بقى؟ فراغ يا عزيز، والفراغ مفسده زي ما بيقولوا. لو كان في مشروع قومي يشغلهم ما كانوش يتكلموا في ارتفاع الاسعار. طب حد فيهم جرب مره انه يروح اي سوبر ماركت
وياخد منه كل اللي هو عايزه ومن غير ما يدفع، يجي له ما حدش يحصله ابدا. عمرها ما حصلت ابدا. واسال منص يقول لك. منص؟ يا كحة بيه يا قروب، اكيد انت بتدرب منص عشان يكسب سباق الماراثون بتاع الجري ده. ايوه، ماراثون الجري من الجمعيات التعاونيه الاستهلاكيه. خير، اللهم اجعله خير. هما الجماعه دول بيضحكوا على ايه؟ اصل في خبر في الجورنال بيقول ان الحكومه ناويه تسلف الصندوق الدولي 100 مليون دولار. واشمعنى السماوي هو اللي بيعيط؟ اصل حامد افندي ضحك عليه وقال ان في خبر في الجورنال عن علاوه جديده للموظفين، فاضطر يشتري نسخه. طب ما يرجع الجورنال بتاع الجرايد. ما هو راح لبتاع الجرايد، لا تعيش انت، مات فرفع قضيه على الورثه. وجاب فلوس المحامي منين؟ اصل الخبر كان منشور في جريده حكوميه والمحامي من المعارضه، فاترفع ببلاش. بالنسبة لدول ودكهم اللي بيشتكوا من ارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع الأجور، أنا بطمنهم. الحل عندي وبمنتهى البساطة، مسودة المشروع قدامي اهي. احنا نقسم الشعب إلى 28 مجموعة، ده عدد حروف الكلام. هذه المجاميع تقسم إلى 4 فئات. الفئة الأولى للناس اللي بتبدأ أساميهم من حرف الألف إلى حرف الخاء، دول ياكلوا ويشربوا يوم السبت والحد ويمتنعوا بقية أيام الأسبوع. الفئة التانية اللي أساميهم بتبدأ من حرف الدال إلى حرف الصاد، دول ياكلوا ويشربوا يوم الاثنين ويوم الثلاث ويمتنعوا بقية أيام الأسبوع. وهكذا الفئة الثالثة اللي تبدأ أساميهم من حرف الضاد إلى حرف القاف، ياكلوا يوم الأربع والخميس ويمتنعوا بقية أيام الأسبوع. الفئة الرابعة اللي أساميهم بتبدأ من حرف الكاف إلى حرف الياء، دول ياكلوا يوم الجمعة بس. نو كوماندا باشا، بس كده الفئة الرابعة هتتظلم. أنا كنت متوقع إن حد يسألني السؤال ده، طبعا أنا عامل حسابي. هو الفيصل الوحيد في هذه المسألة هي القرعة النزيهة اللي هتقام بين الحروف وبين الفئات. يعني مثلا لما تقام هذه القرعة ممكن قوي في الحالة دي حرف مثلا زي ايه أو ايه مثلا يفوز بالسبت والحد، حرف ألف أو حرف جيم ممكن يتدبس في يوم الجمعة. الدنيا حظوظ وأرزاق. عموما هو الجدول قدامي وانا حدي اوامر بطبعه عشان يوزع على فئات الشعب وبسعر رمزي جدا، 50 جنيه للنسخه، وفي جداول عائليه هتبقى بسعر 100 جنيه للنسخه.